المنافسه كانت شديده جدا جدا. وبكده بقيت انا وفريقي اقوى هاكرز في الشرق الاوسط. بس استنى، قبل ما اوصل للحظة دي خلينا ارجعك لاول يوم بدأنا فيه، وانت هتعرف ازاي وصلنا للمكان ده. في مسابقات للهاكرز ودي بيسموها CTF او Capture the Flag او بالعربي التقط العلم. بتتعمل للهاكرز علشان يفضوا طاقتهم فيها بدل ما يروحوا يطلعوها على مواقع الناس وسيرفراتهم. فهي قانونية وبيبقى ليها جوائز، وبيبقى مطلوب منك تخترق تقريبا اي حاجة تيجي قدامك. فاي شيء يجي على بالك مطلوب منهم ان هم يخترقوه. واللي فيكم ما يعرفش، من الحلقة اللي فاتت اتكلمت ازاي شفت الشباب اللي بيكسبوا البطولات دول وحاولت انا كمان ابدأ في مسابقات الهاكينج دي زيهم. واول مسابقة كنت ادخلها في حياتي كانت بعد ما قررت ابدأ بشهرين، وكانت ضد الناس اللي انا شفتها قدامي بتشارك. فكانت اول مسابقة ادخلها كانت فعليا صعبة، وكان مستواي انا والفريق بتاعي لا يقارن اطلاقا بمستويات الناس دي، واحنا كنا عارفين ده. وده كان سر نجاحنا بعدين، لان انا عارف نقطة ضعفي ومعترف بيها واشتغلت عليها عشان احسنها. في يوم 4 ديسمبر 2019، نفس اليوم اللي خسرنا فيه البطولة وحصلنا على المركز ال11 من أصل 15 واحد من أفضل شباب مصر. شوف، هات عباقرة مصر كلها، دول بقى النخبة بتاعتهم. وكمان في عالم الهاكينج، واللي بالطبيعي مش سهل، وللنسبة كبيرة قوي منهم موهبة صعبة تتكرر. صحيح خسرنا مع ان المسابقة كانت 6 ساعات، وأول 3 ساعات من المسابقة كنا مركز تاني، لكن قلة الخبرة نزلتنا لتحت. بس عارفين انه لو اشتغلنا على نفسنا كويس ممكن نوصل لحاجة. وبالفعل في نفس اليوم اللي انتهت فيه المسابقة ما ينفعش اروح ارتاح، مع اني خارج من فترة تدريب قاسية جدا لمدة 2 شهر كاملين، وقلة نوم وتعب وارهاق. بس شعور الهزيمة بصراحة وحش، وانك تروح تنام ترتاح كده وعارف ان انت ضعيف ومقصر ما كانش مقبول. فمن اول يوم اشتغلنا انا والفريق بتاعي. اول خطوة عملناها اخترنا اسم جديد. قعدنا نتناقش شوية على الاسم لحد ما زنيت عليهم واصريت على نايت ريد. وفي نص الكلام كده اخونا جوزد قال على فكرة التيمات مش بالاسم. بصراحة ده رأيه يحترم وكل حاجة، لكن انا كنت مختلف معاه شويتين ان احيانا الاسم اهم من التيم نفسه. لو تبص مثلا على الاندية الكروية، اللاعب بيروح لاعب تاني بيجي، تعدي السنين وبيفضل الناس بيحبوا الاسم وشعار النادي نفسه. صحيح بقى في اعجاب للاعبين نفسهم داخل التيم زي كريستيانو وميسي، لكن برضو اسم الفريق بيفرق. انشأنا الفريق وسميناه نايت ريدز، وده كان اسم اخترته من حكاية خيالية نوعا ما. في الحكاية دي الفريق كان قوي جدا، لكن للأسف كل يوم واحد من أعضائه كان بيودع الملاعب. بس أنا كنت حبيت فيهم العزيمة والإصرار على الفوز مهما حصل. لو شخص ما بقاش في الفريق لازم يكملوا الطريق. حلوة وعملت لوجو وكان أشبه بحورس من الميثودولوجي المصرية القديمة. والخطة كانت كالتالي: أي منصة تحديات شغالة على مدار السنة ونقدر نتدرب عليها لازم تقفلها. وكان التركيز عندنا هنا على سايبر تالنت بما إنها أشهر منصة في الوطن العربي والمسؤولة عن معظم التحديات والبطولات اللي بتنزل. والمنصة التانية كانت أصعب منصة موجودة لحد دلوقتي كمان، وهي هاك ذا بوكس. 2. أي بطولة محلية أو دولية لازم نشارك فيها، حتى لو في مسابقتين اشتغلوا في نفس الوقت في بلدين مختلفين لكن نقدر نخشهم أونلاين، كان لازم نشارك فيهم عشان نجمع أكبر قدر من الخبرة ونفهم العالم ده كله شغال إزاي. وبدأنا فعلا على سايبر تالنت، هاك ذا بوكس والمنصات الدولية دي. افتكر اول مسابقة دخلناها في نفس الاسبوع اللي كنا خسرانين فيه، بلاش بقى خسرانين، اللي بدأنا بداية جديدة منه، وكنا في شهر ديسمبر 2019. كان مسابقة اسمها اكس ماس، كانت لمدة اسبوع كامل، وكان فيها حوالي 1600 فريق حرفيا من كل دول العالم. الجوائز بتاعتها ما كانتش فلوس، كانت اشتراكات في مواقع من اللي بتحتاج تدفع فيها فلوس.
زي اللي انا لسه ذاكرهم حاليا، هاك ذا بوكس وغيرها. وفي نفس اليوم فتحت مسابقة تانية برضو اسمها وات ايفر سي تي اف، برضو في نفس اليوم، لكن دي كانت جوائزها بالنسبة لي ألطف شوية، عبارة عن راسبيري باي والأجهزة اللي هي الإلكترونيكس بتاعت الهاكرز دي. لكن الفكرة كلها احنا مش داخلين المسابقات دي علشان ناخد الجوائز أو نطلع مراكز، لكن داخلين ان احنا نتعلم، فالواحد ياخد راحته في حل كل تحدي ويفهم الدنيا بتاعته عاملة ازاي. ده غير ان الفرق اصلا اللي مشاركة فرق كلها صعبة، فانت هترهق نفسك وهتتعب نفسك وتجيب اخرك، ونسبة تعلمك مش هتبقى احسن حاجة. لكن لما تروح بهدوء ومركز وفي سيناريو مسابقة حقيقية هتتعلم افضل من ان انت بتهرول. وكان فيها بعض من الفرق المصرية في اول 9 دقايق جو زد جاب بوينتس وانا جبت بوينتس، هو جاب بوينتس تانية وانا جبت بوينتس، وادي كمان يا عم 250 وادي كمان 500، كنا بنزود على بعض، وكنا مركز اول في بداية المسابقة وبفرق شاسع جدا عن اي فريق تاني. ولانها كانت اسبوع احنا زهقنا منها حرفيا، ورجعنا للمسابقة التانية اللي كانت فتحت في نفس اليوم واللي كانت مدتها يومين 2 بس، فقلنا خلاص نروح على اللي هتقفل بسرعة دي ونسيب الاسبوع دي نرجع لها تاني بعدين. وبالفعل بنفس الطريقة اما رجعنا للمسابقة الاولى مرة تانية لقينا نفسنا نزلنا شوية، بس كان منطقي احنا بقالنا فترة سايبينها وبنشارك في المسابقة التانية. بس زي ما قلت احنا اصلا مش هممنا ناخد فيها مركز، لدرجة من كتر تركيز الواحد كان في مسابقة جازتها 10,000 دولار ونسينا اصلا ان احنا نسجل فيها، قال يعني كنا نكسبه. وانا في نص المسابقة لقيت اخويا الصغير كان بيحاول يفتح لعبة قديمة شوية لكن كانت مقفولة بباسورد. انا اسكت اكيد لا، هات يا ابني اللعبة دي، يلا تعالى شوية ريفرسنج على شوية كراكنج وفتحت اللعبة. لازم اطلع مهاراتي بقى واوريه احنا بنعمل ايه. يا دوبك المسابقتين انتهوا من هنا وفتحت واحدة تانية من هنا وبرضه دوسنا فيها، يلا فلاج من هنا فلاج من هناك. وبالمناسبة كلمة فلاج او الكود السري اللي انتوا بتشوفوه ده اللي شكله غريب، هي دي الإجابة اللي بتطلع لنا لما بنحل التحدي بنجاح. فأي علامة زي كده تشوفوها ده معناها ان التحدي اتحل ووصلت للفلاج او وصلت للإجابة. ركزنا فيها جامد لدرجة انه كان فاضل لنا 100 بوينت بس ونطلع مركز اول. بالمناسبة كان معظم اللي بيحل في التحديات دي كنت انا ويوسف اللي هو جو زد، كان نادرا ما بقية الفريق كان بيشارك. انا عايزك تخمن المسابقة اللي احنا كنا تقريبا هنبقى مركز اول فيها دي لما زهقنا منها وسبناها بقينا مركز كام؟ يعني دماغك هتروح لبعيد، خامس السابع يا اخي العاشر 133. والله معرفش احنا بنزهق بسرعة ولا اللي بيحصل. شهر ديسمبر قرب يخلص والسنة قربت تنتهي، وكنا بالفعل شاركنا في 5 مسابقات مختلفة حوالين العالم وخدنا منها خبرة كويسة. بدأت 2022 يوم رأس السنة كنت أنا قاعد بشتغل على اختراق برنامج معين باستخدام حاجة اسمها الهندسة العكسية، تحديدا ثغرة، يعني لو هترجمها بالعربي هيبقى اسمها الفيضان في المكبس مع تخطي طائر الكناري باستخدام تقنية صائد البيض والSEH. انا عارف انها قد تبدو طلاسم لكن الحمد لله محتوى الحاجات دي احنا شارحينه بالعربي من سنين. المهم ان هو كان مستوى متقدم جدا بالنسبة لي في عالم الاختراق، واللي هو بكل بساطة تبعت طلب لموقع كأنك بتزور موقع بالظبط كده، زي كأنك بتزور جوجل، وتخترق السيرفر نفسه حرفيا، مع ان السيرفر عليه حمايات بس كمان قدرت اتخطاها. فكان ده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا ان اقدر اعمل حاجة زي كده، وكنت فرحان ان انا قدرت اعملها. وده مجال في مجالات الاختراق والهاكينج اسمه الباينري اكسبلويتيشن، ويعتبر واحد من اكتر الحاجات المتقدمة بس ما عليك منها. لكن بصراحة الفترة دي كانت من اجمل اللحظات في حياتي، كنت عايش حلمي تقدر تقول بالظبط زي مستر روبوت، شخص ما يعرفش الاحتفالات ولا الخروجات ولا حتى عنده صحاب في ارض الواقع، شاب مصري قاعد مكرس كل حياته لعالم الهاكينج وانه يتعلم تقنيات جديدة، يكتشف ثغرات ويخترق تطبيقات ويعلم الناس عن طريق المقالات اللي بنشرها والفيديوهات اللي بعملها. لاني كنت بعمل فيديوهات في 2020 وهنرجع للنقطة دي حاليا. ما كانش في حياة صعد من كده بالنسبة لي، ومع بداية السنة الجديدة قررت احط جدول صارم لنفسي، جدول مظبوط بالملي، كل تفاصيل عبارة عن عبادة وتعلم حاجات جديدة سواء كانت لغة او مهارات تقنية، بالاضافة للمشاركة في المسابقات دي. اتفقت انا والتيم ان احنا نفضي يوم الجمعة لان احنا لازم نخش سوا كلنا على ديسكورد، وده برنامج بنجتمع عليه يعني، ونحاول نحل سوا عشان نتدرب نشتغل مع بعض. لكن طول الاسبوع انت قاعد شغال عادي في حياتك، بتتعلم بتجرب بتحل انت وراحتك، بس يوم الجمعة كان لازم نجتمع فيه.
ومشينا على نفس النهج. اي مسابقة تنزل، اي بطولة تنزل، ايا كان مكانها لازم نشارك فيها. حتى لو كانت مدرسة هوجوارتس ثانوية بنين في اليو كي كان لازم نشارك فيها. ما دام مفتوحة اونلاين ان انا اقدر اسجل عليها واحل التحديات كنا بنسجل فيها. الا مسابقات الهنود بصراحة كنا جربناها مرة ويعني ايه ما اتكررتش تاني. كان فيه فعلا حاجات غريبة، كانت مسابقات غبية يعني ما انا فاكر ان احنا كناش فاهمين ايه ده، لكن اي مسابقة بنخشها كنا بنركز فيها. يعني انا افتكر يوسف اللي هو جوزد في احد المرات كان في تحدي كسر تشفير معين، جاب المعادلة من على جوجل على ويكيبيديا وكتب المصفوفات والارقام على بورد عنده وبدأ ان هو يحلها. والمناسبة هو ما كانش لا عالم رياضيات ولا حتى خريج هندسة، لان ملهاش علاقة ابدا بالموضوع ده. والثانوية العامة ما كانتش ابدا ختم على دماغ كل واحد انت هتستخدمه في المستقبل ولا لا، اتقفل على كده. فعادي الرياضيات تخش في دماغك تاني وتفكر وتحل مسائل وكلام من ده. علماء العرب اخترعوا المجال ده كله من غير ثانوية عامة، فملهاش علاقة، انت بس شغل دماغك. المهم شاركنا في مسابقات كتيرة زي ما انت شايف على مدار السنة لحد ما بقينا الفريق رقم 3 على مصر في منصة CTF تايم. ودي منصة تقدر تتابع منها كل المسابقات اللي بتتعمل حوالين العالم، الفرق اللي بتشارك فيها، الفرق اللي سجلت فيها، الجوائز، وفي كل بلد مين اقوى فريق او اكتر فريق نشط وبيشارك. فاحنا بنحاول نجيب افضل المصادر نتعلم منها. وبالمناسبة خليني اقول لك ان 99% من المصادر اللي احنا كنا بندرسها وبندرس منها ونتعلم منها ببلاش على الانترنت، يا اما يوتيوب فيديوز محدش يعرف عنها غير احنا واللي عاملها، او مقالة مكتوبة ولازم تدور عليها عشان تلاقيها. فالعلم موجود لكن مش منظم في مكان واحد. ودي برضو واحدة من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. انت لو بتتعلم حاجات عادية وبتطبق في حاجات سيئة فانت مش هتتعلم حاجة. انما لو بتتعلم علم فعلا من ناس فاهمة وبتطبق في حاجات وتحديات صعبة هتتعلم حاجة في نهاية الطريق. حاولنا نطور من مستوانا ونطور من حتى الادوات اللي بنستخدمها، وانه بدل الطريقة التقليدية في الحل نشوف ازاي احل التحدي ده في اسرع طريقة ممكنة، سواء عن طريق ادوات جاهزة او معادلات تشفير جاهزة، ايا يكن الطريقة. كنا بندور ازاي نسرع حلنا. وانا في الوقت ده كنت مركز على نوع تحديات اسمه PWN واللي هو بالعربي زي ازاي تخترق سوفت وير او تطبيق معين من غير بكبسة زر زي ما بيقولوا، يعني من غير ما تكبس اي حاجة اصلا. وده كان عدد قليل من الناس اللي في مصر كلها بتحله اساسا، لكن هو كان صعب. يعني دي سكرين شوت من احد المرات اللي كنت بحل فيها تحدي لازم تكتب كود بايثون يخترق السوفت وير ده. فكان كل مرة يبقى فيه مشكلة بسيطة، وبكلم هنا بمعنى بسيطة فعليا على مستوى صغير جدا جدا، كان لازم اكتب كود تاني وعين الاولاني ده. قعدت اكتب في اكواد والتحدي مش راضي يتحل، لدرجة ما المكان اتملى بقيت اعمل فولدر اسميه نيو وابدا اكتب فيها اكواد تانية، يتملي الفولدر اعمل فولدر تاني اسميه نيو تاني، وهكذا. لانك انت بتعمل هندسة عكسية للبرنامج اللي بتحاول تخترقه، تقيس نبض كل حركة في البرنامج وازاي المطور كتبها وتلاقي الثغرة فين وبعدين تضرب ضربتك. رحلة التعلم كانت شاقة فعلا، لكن ما كانش عندنا شات جي بي تي يكتب لك اكواد ولا حد يقول لك الصح فين والغلط فين، فانت بتتعلم من المحاولة والخطأ. احنا في شهر 3 2020 كنت عملت سوفت وير او اداة تساعد الناس انها تتدرب عليها زي لابات كده اسمها ناكرا لاب، وانا اعمل لها حلقة لوحدها. شهر 4 2020 بعدها بشهر واحد بس بدأت اعظم سلسلة سايبر سيكيورتي في التاريخ. انا ما بهزرش بجد، يعني محدش بيقول كده على نفسه اكيد طبعا، بس انا حطيت فيها مجهود مرعب. والحمد لله من كومنتس بتاعت الناس او تعليقات الناس اكد لي المجهود اللي انا حطيته. عملت كورس الاو اس سي بي وده اخد مني سنة كاملة من شهر ابريل 2020 لابريل 2021 وانا بكتب الكورس ده. كل حلقة كانت بتاخد اسبوع كامل من الكتابة والايديت والتصوير والمونتاج وكمان اللابات. فانا قاعد بتعلم وبحاول افيد غيري. يوم 17 ابريل من نفس الشهر كان في تحدي جنائي رقمي اللي هو تحديات الديجيتال فورنزكس، ما كانش فيه الا واحد بس على منصة سايبر تالنت كلها على مستوى العالم قدر يحله، ولمدة سنتين كاملين هو الشخص الوحيد اللي كان حالل التحدي ده، لدرجة ان انا شكيت ان هو اللي عامله، بس قدرت احله انا كمان. مش قادر اوصف لك الفرحة في حاجة زي كده. ومن هنا عرفت ان مستواي فعلا بدأ يتطور وبشكل ملحوظ،
لانه بعدها ب5 ايام تقرر المنصة تعمل بطولة فريدة من نوعها، وهي كانت مسابقة فردية بتخشها شخص قصاد شخص، هاكر قصاد هاكر. دي كانت اول مرة شارك في مسابقة اصلا تبع سايبر تالنت، وكانوا عاملينها للناس اللي عندهم ازيد من 5000 نقطة على المنصة. وقتها كان الناس اللي معاهم ازيد من 5000 نقطة كانوا حوالي 20 شخص بس، ويمكن اقل. فانت داخل منافسة هاكر قصاد هاكر ضد اقوى الناس على المنصة دي، والجايزة تحدد لاحقا. واللحظة دي كانت من لحظات الفارقة في حياتي بجد، لاني كسبت فيها مركز اول. يعني انا حتى فاكر الناس اللي كانوا قصادي كان هو المركز الاول والتاني والتالت والجماعة دول، خاصة الولد الجزائري ده اللهم بارك كان تقريبا مركز اول يعني، وكسبت التحدي. فين الجايزة؟ مفيش جوايز، هم قالوا تحدد لاحقا، ولاحقا ده ما جاش. هم ادوني كده شهادة بعتوها لي على الايميل، ده اللي حصل يعني. فاستاذ معتز انا محتاج لو سمحت الجائزة بتاعتي، شوف عدى 5 سنين بس انا محتاج الجائزة بتاعتي. وكملنا انا وفريقي على نفس المنوال، اي مسابقة تنزل نشارك فيها لحد يوم 29 من شهر 4 2020، وهاخد مركز اول على منصة سايبر تالنت لمدة 3 أو 4 شهور قدام. بالمناسبة انا اول ما فتحت اكونت عليها ممكن مثلا من سنة، وكان ترتيبي 25,000 على العالم، والصورة دي كان قبلها ب5 شهور بالظبط وكان تقريبا ترتيبي 97. وعشان اوصل للخطوات دي فعلا كنت بحاول اقنع نفسي انه معلش طب خطوة كمان قدام. يعني انت دلوقتي 97 على العالم، بس اكيد مثلا 40 على مصر، وكنت فعلا بعمل كده. طب بص يا احمد خليها بس 50 على العالم، اوصل 50. طب بص خليها بس فاهم انت 20 شكلها حلو شوية، اوصل 20. طب اشتغل اكتر كمان وخليها بس معلش توب 10 يا جدع، ده توب 10 دي يعني فاهم، اول ما حد يفتح الصفحة كده هيلاقيك قدامه. وصلت توب 10. طب بص انت عارف انت توب 5 ولا توب 3 كمان تبقى يبقى انت كده عديت خالص. وصلت توب 3 واخيرا للتوب 1، وحافظت على المركز ده فترة طويلة لحد ما عنتش اصلا بلعب على المنصة، ونزلوا لي بوست انك مركز اول. ومن هنا اتاكدت ان فعلا مستواي عمال بيتحسن، وبعدها نقلت على طول على منصة هاك ذا بوكس وركزت عليها جدا. ما خلاص بقى نطلع للحاجة الاصعب والاصعب، هفضل مكان اعمل ايه. لدرجة ان انا فاكر والله ان انا حليت 5 ماشينز ايزي، يعني ايزي، لكن كانوا لايف في الوقت ده، يعني كانوا لسه نازلين مالهمش اجابات طبعا يعني. ولو قلت لحد ان مثلا الشخص ده حل 5 ماشين في يوم واحد ده رقم كبير جدا طبعا. ففضلنا نتدرب بشكل مكثف انا وفريقي، حتى انا قبل ميعاد بقى المسابقة الجاية على مستوى مصر والوطن العربي اللي هي Arab Security War Games 2020 على طول بدأت احاول اشجع الناس التانية والصغيرة واللي هي خايفة تبدأ. اقول لهم يا جماعة المسابقة بتبقى بالشكل ده، دي التحديات اللي المفروض تتدرب عليها، وشارك انت مش خسران حاجة. بدأت اكتب مقالات يمين وشمال بحيث ان انا اشجع الناس اكتر انها تبدأ. والمنشور نزل فعلا، والتأهيلات هتبدأ يوم 14/8/2020. جروب شات بسرعة، اجمع يا ابن الفريق كله ونجهز نفسنا. اعضاء الفريق كانوا كالتالي: جوزد متعودين عليه، وانا وسيزر وديسدنت. كل واحد فينا جهز المود بتاعه وركز وبدأنا. لكن قبل ما تبدأ بنص ساعة بالظبط كنت بقرأ مقالة بيسموها رايت اب، ودي شخص بيكون حل تحدي ما وكتب ازاي حله، كانت لفريق روسي في 2015. لما انتهيت من قراءة المقالة ببص على اللي كاتبها لقيته اصلا شاب مصري اسمه ذا ستورم، وده جه في حكايتنا قبل كده ولسه هيجي قدام. وانا كنت وقتها اللي هو ما شاء الله لما هو مستواه كده من 5 سنين، ما بالك من دلوقتي. و5 دقايق والمسابقة تبدأ وشغلت لهم الأغنية دي. احنا نقدر، احنا غير، احنا طريق اجباري وماشي ولسه كتير، احنا جيل مش صغير، احنا جيل قادر يغير، احنا المكتوب من غير شروط. معاك في حلمك بتتكلم عن أبطال مصريين غير معروفين لكن أنجزوا حاجات كبيرة جدا في حياتهم لنفسهم ولبلدهم. وبدأت المسابقة. كان في مشكلة بسيطة بس ان الموقع كان بيعلق احيانا، فرفعوا لنا التحديات على جيت هاب، وانا هسيب لك رابط التحديات في التعليقات لو حابب تجرب بنفسك. في اول ساعة بالظبط جوزد يطلع فلاج، 10 دقايق تانية يطلع فلاج تاني والتالت، وكذلك بقية الفريق. احنا كنا بنعينهم عندنا في الجروب كده بعدين نبعتهم مرة واحدة. وكالمعتاد مركز اول في اول كام ساعة. بدأت الساعة 3 العصر، الساعة 6 ستيل مركز اول، لكن لسه قدامنا 21 ساعة.
فلاجات في كل حته، لدرجه ان يوسف اللهم بارك في اول كام ساعه خلص كل تحديات الهندسه العكسيه. وتشيز دي حاجه والله نادرا جدا ان انت تلاقيها في اي فريق، شخص او فريق ده يخلص تحديات الهندسه العكسيه كلها في اول كام ساعه في المسابقه، اللي هو هيقعد بقيه المسابقه ينش. وده لانه فعلا الهندسه العكسيه صعبه مش سهله، والجزئيه اللي عطلانين فيها هي جزئيه تحديات الويب اللي هي اختراق مواقع الويب. تخيل معايا تاني اصعب التحديات اطلاقا خلصناها قبل اي حد واحنا مركز اول، والتحديات السهله او اللي هي كل الناس بتحلها عطلانين فيها. احنا كنا حاسين بجد بنوعا من العجز، لدرجه انه لما احنا خلصنا تحديات الهندسه العكسيه والتحليل الجنائي الرقمي دخلنا انا ويوسف نحل في تحديات الويب. حتى انا قلت له معلش طب ارجع انت ايه لجزئيه التشفير، يحل يكسر تحديات التشفير وكده، وسيبنا انا في الويب مع الشباب. بغض النظر ان انا عارف ان هو عمل اللي عليه وزياده وادى دوره وزياده وكمان شارك من نفسه معانا، الا انه ما ينفعش فريقنا ينزل، ولو الخساره لو حصلت بتبقى على الفريق كله. كان عدى وقتها تقريبا 7 ساعات وانا ما كانش لسالي غير تحدي واحد بس احله في جزئيه التحليل الجنائي الرقمي، وكان عباره عن زي ملف صوت او موجه صوتيه محتاجه يتعمل لها فك تشفير. لكن كنا نزلنا مركز رابع في التأهيلات لسه، اكواد يمين اكواد شمال، لحد ما لقيت تيم المسابقه بيكلمني بيقولوا لي احنا متابعينك على اليوتيوب. انا اللي هو بامانه حسيت بفخر كده، اللي هو شكرا. فضلنا نحل ونجيب اخرنا فعليا لحد ما للاسف انتهينا بالمركز التاسع. بصراحه كنا زعلانين لانه تاني احنا كنا بنبدا باقصى قوه، ما نعرفش بقى بصراحه هل بنتعب، هل بنفقد تركيز، هل محتاجين نغير الاستراتيجي بتاعتنا، لكن نزلنا تاسع. الجانب الايجابي في الموضوع ان احنا تاهلنا وقالوا لنا نشوفكم يوم 12/9/2020، قدامنا 22 يوم نتدرب فيهم كمان اكتر علشان نعمل حاجه في الفاينل. وخلال فتره ال 22 يوم دول قعدنا نتدرب فيهم كلنا، لدرجه والله ان انا فاكر انه انا ويوسف سيبنا المجال بتاعنا خالص، سيبنا الحته اللي مركزين عليها وبدانا نذاكر ويب، نحل تحديات الويب ونفهم اكتر هي دنيتها بتشتغل ازاي، عشان لو عطلنا يعني وخلصنا تحدياتنا يعني نروح نساعد في الويب شويه. وصلنا الفاينل في شهر 9، وانا فاكر انه لما انت بتروح بيبداوا ان هم يوزعوا الاي ديز او البادج كده بتاع كل واحد عليه اسمه واسم الفريق واللقب بتاعه. كان قعدوا وقتها يندهوا على احمد عطيه وانا اصلا مشغول مع الشباب مش مركز، وبعدها قالوا ليمبو، ندهوا على النيك نيم. الناس كلها ما تعرفش مين احمد عطيه بس تعرف مين ليمبو، راجل واخد اول على المنصه وبتاع وعامل قلق وكورس او اس بي وحوارات. فانا لما رحت خدت الاي دي لقيت كله بقى ازيك مش عارف ايه واحنا مبسوطين باللي انت بتعمله. بامانه انا كنت مبسوط بامانه، يعني حتى لو تشوف وشي كان عامل ازاي اللي هو لا احنا هنخش نضرب بعض جوه في التحديات بس معلش يعني في الاول والاخر الكوميونتي كله بيحب بعض واحنا ايه فريندلي شويه ويعني ما بنكرهش بعض اكيد. يعني تقسيمه الفريق كالتالي: يوسف بيحل تحديات الهندسه العكسيه والتشفير، محمد حسن بيحل تحديات الديجيتال فورنزكس او التحليل الجنائي الرقمي، القيصر بتاعنا وديسدنت بيحلوا تحديات الويب، احنا عندنا فردين في الويب، وانا كنت بحل اي تحدي تاني مش لاقي حد يحله لان النولج اللي كانت عندي كانت عامه شويه، يعني اقدر احط ايدي هنا وايدي هناك الى اخره. وبدانا المسابقه لكن الامور لم تسير على ما يرام اطلاقا. انت في فاينل، انت مش قاعد في بيتكم، انت في فاينل والمسابقه بدات خلاص الساعه 9. اللابتوب بتاعي هو ده، يا لهوي ده عليه غبار وحالته حاله ما فيهوش مدخل ايثرنت، والشبكه اللي كنا عليها كانت شبكه انترنال، شبكه داخليه. انا عامل حسابي ان انا هكونكت على واي فاي يعني. فنعمل ايه؟ انا يعتبر كده خارج المسابقه، ما انا مش عارف اصلا اخش اساسا على اي حاجه يعني. كتر الف خيره AK-47 اداني البتاع دي، وده كونفرتور توصله يو اس بي ويدخل لك ايه مدخل اللي هو الايثرنت او مدخل سلك النت يعني. لكن برضه ستيل مش قادر اخش على النت خالص لان ده ماك بوك كمان يعني. اللي اكتشفته لاحقا ان تقريبا الوصله دي يا اما كانت بايظه يا اما كان في حاجه يعني غلط يعني. وبقيت انا خارج المسابقه، اللابتوب بتاعي مش راضي يخش على اي حاجه خالص يعني. فبقينا 2 بنحل في جهاز واحد، او ان هم كانوا بيحملوا التحديات عندهم يبعتوها لي واحل انا ايه اوفلاين يعني. الحاجه التانية يوسف واللي هو اصلا يعتبر يعني عصب الفريق كله، تحديات الريفرس واللي هي اصعب حاجه واعلى نقاط. لا اللابتوب بتاعه برضه قرر ان هو ما يشغلش التحديات، هو كده.
في نوعين من التحديات، بيبقى حاجه زي ايه مثلا، تحديات على ويندوز وتحديات على لينكس، تحديات من نوع 64 بت وتحديات 32 بت. هو ما رضيش يشغل التحديات اللي هي ايه اللي كنا عاملين حسابنا عليها، جابوا لنا نوع تاني خالص انقرض، فالواحد يعني ما كانش متعود عليه يعني. فهو كمان يعتبر كان بيعاني عشان يشغل الفايلز او الملفات دي. ما عادش لسالنا غير مين؟ محمد حسن، وتشيز كتر الف خير وكان بيعمل اللي عليه يعني، والاخونا القيصر وديث دنت. القيصر انتوا عارفين هو ولد عنده 16 سنه وشاطر وكل حاجه، لكن كان لما بييأس او يزهق او مشكله تيجي قدامه كان بيحط ايده على خده كده. والله لا ثواني هجيبها لكم. هو كده ما اعرفش بيعملها ازاي، بس هو حاجه زي كده. اعرف انه اول ما يحط ايده على خده مش هيحل حاجه تاني. مع انه لو ركز هيحل، هي كانت بتقفل معاه. الغريب في الموضوع ان هو لسه حاطط ايده على خده لحد النهارده حرفيا. انت خش كده على صور على فيسبوك ولا لينكد ان، هو لسه حاطط ايده على خده من يوميها، من 2020. فالامور لم تكن بخير، واحنا برضو بامانه لم نكن بخير اطلاقا، لانه احنا اشتغلنا على نفسنا جامد جدا. ما كناش بننام فعليا، كنا بنعمل في صمت ونوري الناس نتيجه الحاجات اللي بنعملها. وزي ما انت شايف كنا يعني ما كانش فيه توفيق في المرحله دي، مش هقول حظ يعني، بس هو ما كانش فيه توفيق في المرحله دي، لكن لعله خير. وانا والله من كتر الزعل اللي احنا كنا فيه والقهره شويه، مش هكدب عليكم يعني، انا اصلا ما اعرفش مين اللي كسب المسابقه. والله العظيم لحد النهارده ما كنت اعرف مين اللي كسب المسابقه. لسه انا بقلب في الصور وبجمعها وكده يعني ايه، خدت بالي مين اللي كسب يعني. اللي هو انا زعلان اصلا، مش عايز ابص ايه اللي حصل. لانه انت عملت اللي عليك، وحصلت حاجات خارجه عن ارادتك شويه، او حاجات خارج الحسبان، لكن ما ينفعش توقفك. يعني انا فاكر والله كان سايبر تالنت بعدها بشهر واحد عملوا زي بطوله عربيه ومش عارف ايه وكده، ومنافسه على مستوى الدول العربيه. انا دخلتها خدت مركز اول فيها، بس من كتر ما انا منطفي وحاسس بالزعل انا ما شاركتش فيها اصلا. يعني خدت مركز اول فيها وما بس كده، اللي هو شو بقى انتوا عايزين تعملوا ايه. ما رحتش اصلا، ولا والله ولا اعرف لحد النهارده اصلا هي اتلعبت ولا ايه اللي حصل فيها يعني. لحد اما جه شخص كلمني اسمه احمد جحله على لينكد ان. ده ولد تونسي يعني، عربي في تونس عربيه يعني. قال لي احمد انا عايزك معايا في الفريق، احنا فريق اف وورد وبنلعب على مستوى كويس والى اخره، عدد اعضاء الفريق هم كذا والدنيا دي كلها، عايزك تيجي معايا. قلت له بص انا هاجي ما عنديش مشكله، بس لازم اجيب الفريق بتاعي معايا يعني، احنا وي كان فاهم ننضم مع بعض. قال لي تمام. ففعلا رحت ودخلت معايا يوسف ومحمد حسن. اخونا القيصر للاسف ما كملش معانا الرحله واخد سلك طريق تاني يعني بعيد عننا شويه. من نهايه 2020 احنا مع الفريق ده بنتدرب انترناشونال. انا عايز اقول لك والله واحد من الفريق كان من كوريا حتى يعني. انت عارف بتوع كوريا دول العيال كده ايه، يعني انت فاهم انت. فبقى معانا فريق انترناشونال معظمه من الدول العربيه، وبنشارك مع بعض على حاجات اعلى. فانت عندك من اول 2021 وانت خلاص بقى اصل هلعب فين تاني على مستوى مصر. المسابقه لسه عليها سنه، والمنصات اللي بنلعب عليها واخدين عليها مراكز اولى. فضلنا نتدرب معاهم من هنا، وفي نفس الوقت اي مسابقه كانت تحصل على مستوى مصر اللي هو حاجه صغيره داخليه كنا برضه انا والشباب بنشارك فيها. فعلى المستوى المحلي بنشارك عادي انا ويوسف ومحمد حسن، بقينا 3 بس للاسف. وعلى المستوى الدولي بنشارك مع اف وورد. عملنا تيم جديد سميناه ذا ويتشرز. يوسف طبعا هو المره دي هو اللي اختار الاسم، قال لك ايه يمكن نحس الفريق التاني يتفك شويه. يعني بالمناسبه انا اللي كنت مختار الفريق التاني يعني. احد المسابقات اللي كنا كسبناها ايه على الماشي كده، كانوا بعتوا لنا الجوائز تيشيرتات، لكن يوسف رجعهم لا عليهم اصلا ضرايب اكتر من ثمنهم او جمارك سوري. الثقه في النفس زادت كويس، بقينا عارفين ان اي مسابقه هنخشها احنا في الاغلب يعني في اول 3 لو ما كانش الاول يعني ان شاء الله. في 2021 كان في مسابقه كده تبع جامعات مصر، تبع ناس اسمهم كات ريلودد. كنا داخلين بهزار كده بس فاهم اللي هو نهزر كده. والله لدرجه ان انا فاكر يعني اللي هو ايه دخلتها اخر ساعه بس. يوسف ومحمد حسن كانوا قايمين بالواجب برضه قفلناها. جات اي تريبل اي في جامعه المنصوره برضه قفلناها، الميداليه بتاعتها اللي ورا اللي هناك دي. يعني انا فاكر مسابقه كاتري لودد دي كسبها 3 فرق. والله يعني بالامانه انا مش فاهم ازاي ال3 فرق اللي كسبوها كانوا احنا. يعني كان في فورد اللي هو تيمنا الانترناشونال، كان في تيمي انا ويوسف وكده اللي هو محمد حسن اللي احنا 3 بس اللي هو ويتشرز، وكان في حد دخل باسم نايت ريد مين ما اعرفش والله مين ما اعرف. يعني انا عايز اقول لك انا اصلا ما شاركتش غير مع يوسف ومحمد حسن في اخر ساعه، يعني انا اصلا يعتبر ما شاركتش فيها يعني.
فاحنا فعلا كان مستوانا كويس. بالمناسبه برضو يعني ايه، طبيعي يعني مسابقه على مستوى الجامعات، واحنا اوريدي اصلا طول السنه بنتدرب على مستوى انترناشونال، ما طبيعي تكسبها يعني، مستني ايه؟ لحد ما بدأنا نستعد لمسابقة عرب وور جيمز 2021 اللي لسه طالعين منها. فكنا بنسأل اللي هو ها طب التأهيلات عايزين تاخدوا مركز أول ولا بس نتأهل كده وخلاص؟ يوسف قال لهم التأهل ده سهل فعلا، احنا محتاجين نكسب يعني. فكنا محتاج لسه فردين معانا في التيم، شخص يمسك تحديات الويب وشخص يمسك تحديات الماشينز، لأن ضافوا نوع جديد من التحديات وهو اختراق شبكات كاملة. بيعمل لك شبكة كاملة عبارة عن أجهزة كمبيوترز كتيرة وسيرفرات، وانت تخترق الحاجات دي كلها كأنها بتحاكي شبكة شركة. وضفنا معانا ميدو اللهم بارك، واحد من اوائل الناس اللي انا عرفتها في المجال ده. كنا نعرف بعض من زمان يعني على فيسبوك، وقابلته 2019، كان قبلها ب3 سنين تقريبا يعني. وحياته كلها في الويب، يعني هو تقريبا ما يعرفش اي حاجة في حياته غير الويب، 24 ساعة فاتح حداد بيرب سويت. لكن كان فاضل معانا مكان تاني، المقعد الخامس. والله احنا كنا بنفكر نشارك احنا الاربعة بس، قلنا هنعمل جيف اواي كده على المركز الخامس، اللي عايز ينضم، محدش انضم هنشارك. ميدو قال هيضيف واحد صاحبه وهو مستر عوادلي، وده اخر من ينضم معانا. ولو تشوف هنا محمد حسن قال لي ايه، قال لي اللي هو يعني اعدل جهازك الله يرضى عليك عشان انتوا عارفين من المره اللي فاتت يعني ماسكين لي البتاعه دي. وبدات التاهيلات. في التاهيلات كنا حرفيا مشاركين ب3 افراد بس، انا يوسف محمد حسن. ميدو ما كانش متاح في اول كام ساعه، او اكشلي هو دخل تاني يوم، وعوادلي اوريدي كان في الجيش فهو اصلا ما كانش موجود. بدات التحديات الساعه 3 مركز اول، الساعه 4 مركز اول، الساعه 5 مركز اول. لكن المره دي انا فاكر ان جو زد قعد حوالي ساعه كامله عما طلع الفلاج، فانا استغربت انت طولت كده ليه؟ طلع ان التحدي اصلا كان فيه مشكله وهو اكتشفها وعرف كمان يتخطاها ويطلع الاجابه برضه. ده معناها ان بقيه الناس مش هيعرفوا يحلوا التحدي في الاغلب، وده كان تحدي تاني هو حله. جرحوني وقفل الاجزخانات لدرجه ان احنا 3 اشخاص بس بنحل واخدين مركز اول. حتى يوسف استغرب هو احنا ازاي مركز اول يا جدعان، مع ان في فرق كتيره مشاركه. انا عايز اقول لك ان ميدو ما كانش يعرف اسم الفريق ايه اصلا اللي هو انا بيتابع من بعيد كده، انا هشجع الشباب بس لحد ما اخش معاكم. الموقع بدا يعلق شويه بصراحه معانا بشكل كبير جدا، لدرجه ان هو ما كانش بيفتح مع حد اصلا. فهدينا اللعب شويه كده علشان لا نفقد تركيز وفي نفس الوقت نحافظ على هدوءنا. صحيح نزلنا مركز تاني قصاد الفريق الاردني ري ايفل، ودول هنجي لهم تاني بعدين، لكن كنا مكملين. انا عايز اقول لك اللي كاتب التحديات اصلا لبيب كان بيمسي على الشباب في قلب التحدي. مسا على جو زد، جي فور يو اول ماي فريندز، هلو وورلد لبيب ووك اب. يعني بصراحه ما كناش عارفين هل هو مهكر جهاز الشباب بملفات الهندسه العكسيه اللي مديها لهم، ولا هو سايب الرسائل دي اصلا في التحديات. تعرف منين انك خلاص بقيت جامد تنين؟ لما اللي كاتبين التحديات يبقوا عاملين حسابهم ليك وانت جاي. لا تفرق لما يبقى اللي كاتب التحدي عارف انه في الاغلب مش هيتحل الا من الشخص ده، او ده اول واحد هيحله. ساعتها تعرف فعلا ان مستواك بقى مختلف، لما اللي عامل التحدي نفسه عامل حسابك. ومش كده وبس، بيمس عليك. على الساعة 10 بالليل نزلنا تحت شوية، لانه فعليا محدش لمس تحديات الويب. حضرتك احنا كنا الاول اصلا من غير تحديات الويب، لحد ما دخل ميدو على الخط وبدأ يحل شوية تحديات. لكن محمد حسن قال له ارجوك احنا بقالنا 3 مسابقات ما بنحلش ويب. وميدو كان اصلا داخل يستهبل، يعني كان بيحل كده اللي هو لا بيفتح تولز ولا بيعمل اي حاجة، بيحل من المتصفح بس، هو وجدعنته كده مع المتصفح. لدرجة ان كان بيقول لك حط الكود ده هتطلع فلاج او تطلع اجابة يعني. طب ما تحطه يا ميدو، قال لك لا اصلا مش فاتح والله الايه، مكسل افتح لينكس. يا ميدو احنا بنغرق يا ميدو. What are you thinking about؟ قال لك خلاص ماشي انا هشوف الدنيا عامله ازاي. واحد من اقوى الفرق اللي كان مشاركه بصراحه برضو فريق اف وورد اللي هو التونسي، اللي قلت لك احنا كنا جزء منه، لكن لما بنلعب على المستوى المحلي دول في سكه واحنا في سكه تانية خالص، لانه في الاول والاخر هينزل لنفسك على الكاس. التاهيلات ما عادش ليها الا نص ساعه بس وتنتهي، واحنا مركز تاني، اذ فجاه من حيث لا ندري يطلع فريق اسمه الدبور. منين الفريق ده؟ من الهند. هو اكيد ما فيش فريق اسمه الدبور من الهند. حلو، ده اول ريد فلاج في الموضوع. تاني حاجه، منين عرف يبقى مركز اول ويجيب البوينتس دي كلها؟ يا اخي ده حل كل التحديات، ما فيش تحدي ما تحلش،
احنا في اللحظة دي جالنا صدمة كده، مش عايز اقول كف اللي هو فوق، احنا كنا داخلها بهزار شوية وبنحل ومزاجنا عالي، لحد ما لقينا ده. مين الناس دي؟ ما هو اكيد دول لو وصلوا للفاينل هيبقى صعب علينا ان احنا نكسب. دول في ثانية طاروا، وفرق البوينتس مش 500 مش 100، ده بتاع سكة 4000. والأسوأ من كده كمان نلاقي منظمين المسابقة ينزلوا تحدي بعنوان زيرو داي قبل انتهاء المسابقة بنص ساعة، والتحدي ب1000 نقطة لوحده. ده كان أعلى رقم في المسابقة كلها. ثانية واحدة، زيرو داي ايه؟ وزيرو داي ايه اللي ينزل قبل نص ساعة من انتهاء المسابقة ده؟ وكمان ويب، يعني الأنيل من ده كله ان هو ويب. اجي افتح التحدي الاقي صفحة بيضة ما فيهاش اي حاجة، لحتى مثلا صفحة تسجيل دخول ما فيش، هو صفحة بيضة. ولا انا بدأ يجي لي ايرور، انا دماغي بدأت تهنج كده شوية. ايه اللي بيحصل؟ مين دول؟ انتوا مين وعايزين مننا ايه؟ عايز اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان، انا عايز اعرف في ايه؟ لحد ما المسابقة انتهت ولقينا الصورة دي على الديسكورد بتاع المسابقة، الدبور اللي مطير العقول. اخونا سرواح المعلم ده هو احد الناس اللي حط التحديات، فهو حب يعمل مقلب في الشباب، فعمل فريق اسمه الدبور وهو اوريدي معاه التحديات واجاباتها، فحط الاجابات كلها وطلع مركز اول. فهو ده من المنظمين، لكن اللي حاطين التحديات في منظمين تانيين اللي بيحطوا المسابقة نفسها ما بقاش عارفين مين دول، يعني ما كانش في تنسيق ما بينهم، لدرجة ان هم شكوا ان الدبور ده مخترق المسابقة نفسها ومعاه اجابات بقى كل التحديات ومعاه باسوردات الفرق ومعاه كل حاجة. فعملوا ايه؟ منظمين التانيين عملوا تحدي سموه زيرو داي. التحدي ما فيهوش اجابة، التحدي ما بيتحلش، هو فعلا ملوش حل، لانه مش تحدي اصلا، عبارة عن صفحة فاضية بس، يعني مهما حاولت فيها صفحة فاضية، وحاطينه ب1000 نقطة. طبعا الإجابة على المنصة، فأنت لو مهكر المنصة هيبقى معاك الإجابة وهتحطها. طب جبت منين الإجابة يا فالح؟ والتحدي أصلا ما فيهوش إجابة، دي صفحة كده فاضية وخلاص، فمعناها إن فريق الدبور مهكر المسابقة. فكان بصراحة لقطة لا احنا فاهمين اللي بيحصل ولا المنظمين فاهمين اللي بيحصلوا. هو الوحيد اللي قاعد في اللي بيضحك في الموضوع ده كله مين؟ كونا سرواح مع الدبور اللي مطير العقول. فالحمد لله ان هو ما كانش فريق يعني. اخدنا مركز تاني في التأهيلات، ويعتبر زي ما قلت لك كنا بنلعب بنسبة 50 ل 60% من طاقة الفريق بتاعنا. ليه؟ في شخص مش موجود اوريدي في الجيش، ميدو شارك في اخر كام ساعة، وده يعتبر فعلا 40% من طاقة الفريق مش موجودة. احنا من الاول عارفين ان احنا هنشارك في البطولة دي عشان نكسبها، فيها جوائز ما فيهاش جوائز، احنا داخلين عشان نكسب، وبالفعل اصلا لم يتم الاعلان على جوائز، لكن شوية اسئلة هنا وهناك عرفنا ان ممكن يبقى في جوائز. قلنا خير وبركة، وكملنا لحد يوم المسابقة. كان مطلوب مننا نكون هناك الساعة 8 هتبدأ التسجيلات، والساعة 9 بالظبط تبدأ المسابقة. محمد حسن انا فاكر ان هو بعت لنا الصورة دي في جروب الفريق. شروق يوم العملية. بصراحة أنا عمري ما أنسى اليوم ده. كان الواحد كان داخل بروح حلوة كده، اللي هو زي بالظبط ما أنا بحكي لكم كده بالظبط. أنا بحاول أنقل لك اللي كان موجود. كان موجود في مصر برضو وقتها الفريق الأردني ري إيفل، لأنهم كانوا صعدوا للنهائيات، لكن الفريق التونسي اف وورد ما عرفوش يجوا، وأنا كان مكاني قريب من فندق شباب الأردن دول، فأخدتهم وطلعت على المسابقة، لأن يعني أنا عارف المكان وكده. يعني هو كده ما يتوهش، حتى لو انت رحت سي تي اف او مسابقه في بلد تانية انت معاك الجي بي اس. يعني المسابقه كانت في فندق نايل ريدز في التحرير. والله ما هنسى اليوم ده لحد النهارده. دخلت لقيت يوسف جوزد والشباب محمد حسن تقريبا كانوا قاعدين قاعده ملوكي كده. والله انا فاكر اليوم ده، وكان معاهم شباب تانية من اللي معانا في المسابقه يعني. والانتريه اللي كانوا قاعدين عليه ده كان بصراحه مريح شويه، اللي في اللوبي بتاعه الفندق حاجه فخمه بقى، ده فندق بينزل فيه وزراء ورؤساء وقصه يعني. فعارف انت اللي انت بتقعد عليه تلاقي نفسك غطست اللي ورا ده. فبقول لي يوسف عادي اللي هو ايه الكلام على ايه بقى وهنعمل ايه وكده.
في المنافسه اللي احنا هنبداها دي، الاقي يقول لي منافسه ايه؟ مفيش منافسه اصلا. هو حاجه بالمنظر ده اللي هو انا هخش هناخدها. انا بصيت له خفت والله. انا فاكر بصيت في عينيه، عارف انت اللي هو الشباب داخله ما بتهزرش. حسيت بكميه شر فعليا هتطلع في المسابقه. هو بيضحك وكل حاجه والدنيا جميله وهزار وقاعدين مع الشباب التانية كمان وبتاع، بس لما سمعتها منه، لان يوسف صاحبي بقاله سنين اهو وانا عارف احنا مع بعض كل يوم، فلما يقول كلام فهمت ان هو داخل ما بيهزرش. اكيد مش داخلين نهزر، بس عارف اللي هو انا عارف ان انا هكسب من قبل ما اخش. افهمها بقى غرور ما تفهمهاش غرور، المبدأ ان احنا تعبنا على نفسنا وطلع عينينا فعلا وشاركنا في اصعب المجالات في تخصص كل واحد. فانا النهارده مش جاي اخسر والله. حتى انا فاكر ان انا عملت حسابي وجبت راوتر معايا وانا جاي، مش راوتر، يعتبر اكسس بوينت، بحيث ان هو الوصله لو ما اشتغلتش اعرف اخش على الشبكه يعني. وفعلا بدأت المسابقه. دخلنا على القاعه اللي هنقعد فيها. يعني بصراحه كان عندي عليها تعليق 2 كده، انه حسيتها شبه قاعه الافراح. فبسال الشباب بقول لهم يا جماعه حسيتها شبه قاعه الافراح كده ليه؟ قال لي ما هي دي فعلا قاعه افراح. قلت لهم يعني ازاي يعني؟ قال لي ما هو يعني القاعه اللي المفروض كنا نكون فيها كانت محجوزه لرئاسه الجمهوريه، فانت طبعا هتاخد دي وانت ساكت يعني، ما فيهاش كلام يعني. هات يا باشا ان شاء الله حتى تقعدونا في الشارع ما عنديش مشكله. طبعا كان حاضر شخصيات تقيله في البلد، يعني وزير الاتصالات، وزير التعليم العالي، وزير الدولة للإنتاج الحربي. يعني كان في ناس تقيلة فعليا، يعني مش بعيد كنت تلاقي رئيس الجمهورية فعليا داخل عليك، لأن دي كانت تعتبر أكبر مسابقة سايبر سيكيورتي which is حاجة حساسة في البلد كلها. وناس من واوي، من أمريكا، من كل حتة كانوا موجودين. جمعنا بعضنا، قعدنا في مكاننا تيست الدنيا تمام، كونكشنز كلها شغالة. ابدأ يا ابني الفاينل. مش محتاج أقول لك إن إحنا كنا مركز أول طول المسابقة. يوسف تحديات الهندسة العكسية، محمد حسن تحديات الديجيتال فورنزكس او التحليل الجنائي الرقمي، حسن عصام الشوال وهو بيعلق كده اللي هو لك في اليمين كارفاخال، راس المرمى ايكر كاسياس، يمينا كارفاخال، من اليسار برازيلي مارسيلو. ميدو في الويب هو وعوادلي، واي كاتيجوري تانية محدش ماسكها كنت انا اللي بحلها، لانه بعد 3 ساعات من بداية المسابقة على الساعة 11 الظهر هتفتح هجمات الشبكات، ودي انت بتحاكي فيها هجوم حقيقي بيحصل على شركة، من اول ما تخترق الموظفين وتخترق الاجهزه بتاعت الموظفين، وبعدين تسيطر على الشبكه باكملها حرفيا. والنقاط بتاعتها فعلا كانت عاليه جدا. فاول ما فتحت جه عوادلي انضم معايا في الشبكات، والجماعه التانيه كل واحد في مركزه، وبشكل منظم جدا بدانا نحل، وفضلنا مركز اول طول فتره المسابقه. انا فاكر والله جت في لحظه كده قبل 2 ساعات من انتهاء المسابقه قررنا ناخد بريك للاكل والصلاه، فاهم يعني. كلنا من الاخر سيبنا الاجهزه اللي كنا عليها، كان في شويه سناكس حلوه بصراحه يعني، وفي نفس الوقت الواحد يرفرش كده ويبدا يركز تاني. في اللحظه دي نزلنا مركز تاني، مش فاكر مين اللي كان طلع مركز اول بصراحه، بس يعني اي دونت كير، انا لا اهتم اطلاقا. لان عارف ان احنا لما نزلنا مركز احنا بس كنا مريحين شويه، which is ده الطبيعي يعني. اول ما رجعنا مركز اول تاني، ولحد نهايه المسابقه كنا مركز اول. مفيش حماس في الموضوع، انت اوريدي زي ما قلت لك انا داخل باصص في عيون الفريق بتاعي، عارف ان هم هيدخلوا هيكسروا الدنيا. يعني انا فاكر كنا خلصنا تحديات الهندسه العكسيه وخلصنا تحديات الديجيتال فورنزكس، ما فاضلش غير الويب ويمكن كريبتو والماشينز دي. عوادلي راح ينضم مع ميدو في حل الويب، وانا حرفيا قمت من على الجهاز بتاعي قعدت على الجهاز بتاع عوادلي على اللابتوب بتاعه، لانه كان مشي شويه في الحل وكده، انت بتقعد تخترق اجهزه ويبقى معاك باسوردز وموضوع طويل يعني. فعشان ما ابداش فيه من الصفر فكملت على اللي هو عامله. وافتكر برضو ان في بعض الحاجات كانت معلقه معايا في الاكتيف دايركتوري. انا كنت بحاول افكر في ليفل بعيد جدا وصعب ومتقدم، يعني محدش وصل له قبل كده، انه اكيد اللغز اللي قدامي او الاختراق ده محتاج حاجه انا ما اعرفهاش. اول ما لقيت ان الموضوع بالسهوله دي اصلا مش يعني حتى المستوى اللي انا كنت بفكر فيه، حليت التحدي وانهيت الاكتيف دايركتوري او انهيت التحديات بتاعه الشبكات دي. وساعتها انا لما عملت كده كان انه ده اخر تحدي في المسابقه، لو اتحل انت مركز اول وما ينفعش تنزل تاني، انت قفلت كل حاجه خلاص، اتشمعت، حتى لو فضل وقت في المسابقه انت كسبت. التانيين بقى ينافسوا مع بعضهم مش بتاعتنا. وفعلا دخلت الفلاج اكسبتد، وختمنا وقفلنا بالطب والمفتاح على المركز الاول. واحده من الحاجات اللي افتكرها غير الفرحه الشديده اللي كانت موجوده، يعني
شعورك هما بيندهوا على اسم الفريق بتاعك عشان تطلع تتكرم؟ فريق ذا ويتشرز طالعين احنا والشباب مع بعض، لبسنا الميداليات. هو فين؟ والله راح اجيبه ثانية. تعالى يا اخويا، تعالى يا اخويا. لا مؤاخذة يا رجالة. انا مستخبي ورا المايك، تعالى انت هنا كده. وكده بقيت انا وفريقي اقوى هاكرز في الوطن العربي للسنة دي وبجدارة. افتكر ان كل الناس كانت عايزة تتصور معاك، كل الناس حتى الفرق يعني اللي هي لم توفق كانوا برضو اللي هم مبسوطين وعايزين يتصوروا معاك. كل الناس كانت بتشيل الكاس. اخونا الدبور نفسه كان جه واحتفل معانا كده، عمري ما انسى اللحظة دي بصراحة. وقت الاحتفال عملت لهم كده على الكاس ان هو ها سهلة اهي، مش محتاجة يعني الحوار ده كله. افتكر برضو كان في تقريبا تلفزيون بيصور، انا ما كنتش اعرف، هم لقيتهم بيقولوا في المركز الاول، فقال لهم اهو الفريق اهوت. طبعا الشباب كانوا يعني ايه يعني، قال لك ابعت ليمبو هو الشاطر في يتكلم قدام الكاميرا وكده. فرحت راجل سالني سؤال المسابقه كانت عامله ازاي، انا اصلا مهايبر اساسا ومش مركز في اللي بقوله. فقلت له قلت له كل حاجه بقى. المنافسه كانت شديده جدا جدا، ولدرجه ان انت في اخر لحظات كان في تيم بتطلع فوق تيمز ثانيه وتيم احنا نفسنا نزلنا وطلعنا عملنا ريمونتاد اكتر من مره. فالموضوع كان صعب، ضغط نفسي، وانت بتسبميت الفلاجز او الانسرز بتاعه التشالنجز دي، وانت كمان بتحل التشالنجز. الموضوع بتقابلك مشاكل تقنيه نفسها، مشاكل نفسيه، انت مش قادر تجيب الاجابه والى اخره. فبس الحمد لله الواحد بيحاول قدر الامكان ان هو يوصل للفاينل انسر ويسبميتها في الوقت المناسب، لانه لو حد تاني وصلها قبلك خلاص انت بقيت تحته مباشره يعني. قلت له كنا مركز اول وبتاع ومش عارف ايه، والتحديات وبتنزل وتطلع والادرينالين عايز اقول لك ما كانش صعبان عليا غير الولايه اللي تحت دي. انا ما كنتش عارف يعني عرفت الكلام اللي انا بقوله ده ازاي ولا ترجمته ازاي بصراحه يعني، ولا هو ملاحق عليا ولا هو حتى عارف يعمل لي كات سين بحيث ان هو يقطعني. يا باشا خلينا نقول انت مش جاي تسالني بس خلاص. ونزلت على القناه الاولى المصريه اللي هي حرفيا كان في مؤتمر لرئيس الدوله وقتها، واحنا على طول بعد المؤتمر ده المركز الاول فريق اللي كسب. فطلعت انا واصحابي على التلفزيون يعني اللي هو، وعلى الناشونال تي في على القناه الوطنيه المصريه. فدي برضو مش حاجه يعني كل يوم ممكن تحصل يعني. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك، انا طلعت في التلفزيون. انت شفتني كنت هايل. الو، انا عارف بذمتك حلو، كل العيله شافوه، دي مامتك. اقول لك ايه، موهوب بالفطره. فانت ابطال بقى على مستوى بلدك. وكان في حرفيا اكتر من 1600 واحد من كل دول العالم بقى. 1600 متسابق من مختلف دول العالم تقدموا لاختيار 5 متسابقين. ما المسابقه انت يعني انجزت، اللهم بارك. افتكر برضو في نص المسابقه كده كانوا قومونا نتصور ورجعونا تاني نتصور مع، هو احنا لقينا واحد معدي والدنيا كلها مقلوبه، فاما ركزت شفت مين ده، طلع وزير التعليم العالي حرفيا. ما قال لك بقى الشباب كلها في الجامعات وكده. يعني لو كنت مهتم بالامر شويه كان ممكن اقول له يعني ايه توصى بينا شويه كده، لدرجه ان هو راح على واحد من الاشخاص اللي قاعدين اللي هو نوريل، اللي هو ايه يا ابني انت ورينا انت بتعمل ايه، يعني حد يخض حد كده يا سياده الوزير، راح شويه علينا. افتكر برضو ان ناس كتير قوي اتصورت بالكاس والتشيك ده. افتكر برضو ان يوسف كان اللهم بارك يعني خلص التحديات كلها، لدرجه ان هو قال لهم هو ده اللي عندكم يعني هو ده اللي انتوا جايبين عشانه. وعواد لي اللي هو بسرعه بقى الله يخليك عشان ايه انا راكن صف تاني وعايزين نلحق بقى المشاوير اللي ورانا. فافتكر برضو اللي كانوا احد الناس الحاضرين وقتها كان ناس تقيله في البلد، يعني عارف انت اللي هي الناس اللي بتسمع عنها اللي هي لا ماسكه حاجات في البلد يعني. هفتكر برضو ان كان في اكل حلو بصراحه. بعد كده اما كسبنا المسابقه قفلوا علينا الباب بقى وقال لك يلا يا باشا عشان ايه نتعشى بقى عشوه ملوكي بقى. ده كان بالنسبه لي انا مستني اللحظه دي من بدايه اليوم، لحظه الاكل. انا عارف ان فيها شويه اكل حلوين يعني. فنزلنا بقى طبعا برايفت شيف بقى كده فاهم انت جو شغل عالي. فقعدت انا والشباب يعني نتكلم ونشارك انتصاراتنا وفرحتنا وبس وروحنا. طيب هل الرحله انتهت على كده؟ لا، ولسه ليها كمان تكمله. قررنا انا والفريق بتاعي انه خلاص ما دام كسبنا البطوله دي احنا مش هنشارك فيها تاني، لازم نسيب فرصه لغيرنا، لازم نسيب فرصه للشباب التانيه اللي هي لسه بادئه ولسه عايزه تنافس ان هي تنافس. لانه احنا عارفين ما هو انت لو شاركت تاني بعد سنه كامله وبتتدرب بعدها هتاخد مركز اول، خلينا نكون متفقين. فلا نشوف مستوى اعلى، جوائز اعلى وخارج مصر. لحد بعدها بشهر تقريبا بعد ما كسبنا بفتره بسيطه لقينا نزل ان في مسابقه في المملكه العربيه السعوديه في مؤتمر اسمه ادهاك على 1,000,000 ريال سعودي. انا فاكر ان احنا خلاص قررنا ان احنا نجمع نفسنا ونطلع نشارك في البطوله دي،
بس ما عرفناش نسافر بسبب انه كان وقتها كورونا، وكان لازم لقاح معين ويعدي عليه 45 يوم بعدين تاخد الجرعة التانية، والمملكة العربية السعودية كانت مشددة شوية في الموضوع ده، فكان يعني ايه لازم تبقى جاهز بالفعل. احنا ما كناش للأسف اصلا سافرنا وقتها، ولا كان معانا اللقاحات اللي هم طالبينها بالاسم زي سينوفارم او حاجة زي كده يعني، فما عرفناش للأسف نسافر. انا عايز اقول لك محمد حسن طلع الآلة الحاسبة في ثواني وقعد يحسب هناخد كام يعني احنا في المسابقة اللي كسبناها اخدنا تقريبا 25,000 جنيه، اتوزعت على كل واحد خد 5,000 جنيه يعني اتكرمشت له في جيبه. انا اعتقد ميدو كان جاي باوبر ب 500 جنيه ولا حاجة، وتشيز 10% من الجائزة اللي هو كسبها، بس الفرحة واللمة فاهم حلوة برضه. ودي جايزة على 300,000 دولار يعني فاهم، فرق طبعا شاسع يعني. ده غير ان احنا اصلا استلمنا الفلوس بعدها بشوية حلوين بشهرين، معرفش كانوا بيشغلوا فلوس ولا كانوا بيعملوا ايه، الحاجات دي مش تنزل في الحلقة. فاحنا اصلا حتى لو حجزنا من دلوقتي ما كناش هنعرف نسافر اللي بتاعت المملكة دي، مش هنلحق ناخد اللقاحات، مش هنلحق نخلص الورق. واللي كسبها اصلا وقتها سنتها كان فريق مصري اللي هو فريق ريبيليونز، اللهم بارك يعني، كسبوا واخدوا مركز اول. احنا خططنا ان احنا نشارك السنة اللي بعدها، فلو انتوا عايزين تفاصيل بقى المشاركة على المستوى الدولي بتحديات اصعب مع ناس اصعب عرفوني، لو يعني if you like it، لو عجبك الموضوع ده ممكن نعمل حلقة عن الفكرة دي، والليفل هناك عامل ازاي والتحديات هناك عاملة ازاي. ده غير انه كان في حجر، فهي تقريبا كانت كده بايظة يعني، وما كانش حد كان يعرف يسافر، ولو كنا سافرنا اعتقد كان ممكن نعمل حاجة يعني. وده واحدة من اكبر الاسباب اللي ممكن تخليني which is بنسبة كبيرة باذن الله يعني ربنا يوفقني واعملها في المستقبل، احاول يعني اقعد في بلد مش عارف بس تسهل لي موضوع السفر، بحيث ان انا عايز اشارك في بطولة في مسابقة في الصين في اليابان في كندا في امريكا، ما اخدش بقى في جو بروسيس بتاعه الفيزا، ما بقاش انا يعني قاعد بصدع نفسي باوراق فيزا واوراق سفر واجراءات واثبات مش عارف ايه وغيري كل اللي هو بيعمله ان هو يعني بس بيحجز تيكت ويسافر يعني. فدي واحده من الحاجات بصراحه السيئه اللي انا يعني ايه باذن الله اعمل لها حاجه في يوم من الايام، والا هضيع نفسي، هضيع الشغف اللي عندي ده لانه مقيد في مصر فاهم يعني. هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتروح فين طيب؟ وبس. فزي ما انتم شايفين صوتي راح لاني بقالي حرفيا كتير قوي بحكي وبسجل، واتمنى تكونوا انتوا استمتعتوا بالحلقه دي ولو انت عاوز تشارك في البطولات دي وتكون تيم وتبدا تتحدى، واديني قلت لك كل رحلتي بدات ازاي، انضم عندي على الديسكورد، هنضيفك في فرقه عشوائيه تكون صحابك والتيم بتاعك وتبدا تشارك من النهارده. سلام. كل واحد من اللي شفناهم قدر يخلق من كل ثانية فرصة عشان يحقق فيها حلمه، وفي كتير من جيلنا نفسه يحقق أحلامه، وعشان الطريق مش سهل بنقول لأي حد ما تترددش، خليك مكمل ورا حلمك وإحنا معاك في اللي يهمك.